بيبدأ الفيلم مع واحد اسمه كلاوديو، كان راكب تاكسي عشان يوصله شغله والطريق كان زحمة جدا، والسواق شغل الراديو وبيسمعوا في الأخبار إن في أعمال شغب وتخريب في البلد كلها من امبارح بالليل، والشرطة مش عارفة تسيطر على اللي بيحصل. وبعد شوية كلاوديو وصل الشركة وبتوقفه سيلفيا الموظفة المؤقتة الجديدة، وادت له القهوة بتاعته وقالت له على المواعيد اللي عنده النهاردة. ولما سيلفيا بتعجبه قرر يثبتها في الشغل، وقال لها تكلم سارة السكرتيرة بتاعته وتاخد منها ميعاد مقابلة عشان تتثبت في الوظيفة. ولما دخل الشركة لحق الأسانسير بسرعة قبل ما يقفل، وكان في زميلته في الشغل اسمها مارتا، وبنعرف إنهم كانوا في علاقة مع بعض قبل كده، وهو حاول يهزر معاها بس هي منعته وقالت له أنا دلوقتي متجوزة وما ينفعش حاجة تحصل بينا، وخرجت في الدور بتاعها. وبعد دقايق لوريانا مراته كلمته عشان تطمن عليه لأنها عرفت من الأخبار إن في قلق كبير في المدينة. وبعد لحظات الأسانسير عطل بين الدور السادس والسابع، وكلم المسؤول عن الأسانسير عشان يشوف سبب العطل، والشخص المسؤول قال له إن موظفين الصيانة طلعوا عشان يحلوا المشكلة. وكلاوديو اتصل بسارة السكرتيرة عشان تظبط المواعيد لحد ما مشكلة الأسانسير تتحل. وبعد شوية سمع صوت حد بيكح، وفضل ينده عشان الشخص ده يساعده بس محدش سمعه. والسكرتيرة كلمته عشان تستعجله لأن سانتو اللي المفروض عنده اجتماع معاه دلوقتي اتضايق وعايز يمشي. وكلاوديو قال لها مش بإيدي الأسانسير عطلان. وسمع تاني صوت حد بره، وكلاوديو حاول يستنجد بيه بس برضه الراجل ما سمعوش، واتعصب جدا وقال لسارة تتصرف وتعمل أي حاجة، المهم إن سانتو ما يمشيش عشان الاجتماع ده مهم جدا. وكلم مسؤول الأسانسير عشان يشوف عملوا إيه وليه اتأخروا كده، وأخد منه رقم مهندس الصيانة عشان يكلمه، واتصل بالمهندس واتكلم معاه. بس بعد لحظات سمع أصوات غريبة في التليفون جنب المهندس، وفي لحظة سمع المهندس بيصرخ كأنه بيحاول يهرب، والخط قطع. وكلاوديو كان متوتر ومش فاهم ايه اللي بيحصل، بس فضل يحاول يهدي نفسه وحاول يفتح باب الأسانسير بنفسه. وبعد محاولة صعبة قدر إنه يفتحه شوية لكن لسه ما يقدرش يعدي منه بأي طريقة، وشاف إن الدور فاضي ومفيش فيه أي حد يساعده. ولوريانا مراته اتصلت بيه وقالت له إنها خايفة جدا لأن في حد عمال يخبط على الباب، ولما راحت تشوف مين على الباب محدش رد عليها. وعرفته إنها بتحاول تتصل بالشرطة بس الأرقام كلها متعطلة ومحدش بيرد عليها. وكلاوديو حاول يهديها وقال لها تقفل على نفسها كويس وهو هيكلم حد يروح لها لأنه لسه محبوس في الأسانسير ومش عارف هيخرج إمتى. واتصل بواحد صاحبه اسمه ستيفانو وطلب منه يروح البيت يطمن على مراته لوريانا. وبعد شوية شاف ناس بتصرخ وبيجروا بيحاولوا يهربوا، وكان من ضمنهم مارتا، وبسبب الزحمة وقعت على الأرض وحاولت تدخل الأسانسير وترجته إنه يساعدها، وهو حاول يشدها عنده عشان يدخلها بس معرفش. وفجأة في حد شدها لورا وهو كل ده مش شايف ولا فاهم ايه اللي بيحصل. وفجأة بيلاقي اتنين متحولين لزومبي بيحاولوا يدخلوا عنده، ولما مش بيعرفوا يدخلوا الأسانسير بيمشوا بعيد عنه وهو بيترعب جدا وبيفقد أعصابه من الخوف. وبعد شوية ستيفانو صاحبه كلمه واعتذر له إنه مش هيعرف يروح لمراته لأن الشوارع كلها مقفولة وزحمة. وفجأة وهو بيتكلموا واحد من الزومبي هجم على ستيفانو صاحبه ومات والخط قطع. وبعد شوية سانتو مسؤول الأسانسير كلم كلاوديو وقال له إنه راح يشوف المهندسين وصلوا لإيه بس ما لقاهمش ومش عارف راحوا فين. وكلاوديو فضل يترجى إنه يخرجوا من الأسانسير بأي طريقة، بس فجأة سمع صوت سانتو وهو بيصرخ لأن الزومبي هجموا عليه. وكلاوديو حاول يتصل بلوريانا مراته عشان يطمن عليها لكن ما ردتش عليه. وسارة السكرتيرة كلمته في التليفون وهو كان مدي ظهره لباب الأسانسير، وفي لحظة اتفاجئ بحد بيشده ولقى اللي بتشده هي مارتا، لكنها كانت اتحولت لزومبي بعد ما الزومبي عضوها، وكانت بتحاول تدخله عشان تعضه بس ما كانتش عارفة. فهو قدر يخلع منصور حديد من الأسانسير وفضل يضربها بيها لحد ما ماتت وزقها بعيد عن الباب. بعد شوية شاف الموظفة سيلفيا بتتسحب عشان تهرب من غير ما الزومبي يشوفوها، وكلاوديو خلاها تساعده في فتح باب الأسانسير باستخدام الماسورة، لكن الماسورة وقعت منه وعملت صوت عالي والزومبي سمعوا الصوت ووصلوا عندهم. وكلاوديو حاول يشدها عشان يدخلها الأسانسير لكنه ما قدرش يدخلها وهي جرت بسرعة عشان تهرب، والزومبي جري وراها لكن واحد منهم حاول يدخل عند كلاوديو عشان ياكله، بس سيلفيا رجعت تاني وقتلت الزومبي، ولكن باقي الزومبي هجموا عليها وشدوها عندهم. وبعد كده كلاوديو اتصل تاني على مراته لوريانا وكانت لسه عايشة وردت على المكالمة، لكن وهي بتكلمه الزومبي اللي على الباب قدروا يدخلوا البيت عندها وهاجموها. وبعد شوية شاف واحد بره بيجري من الزومبي، والراجل اللي بيجري حاول يدخل عنده الأسانسير لكن كلاوديو ما اتحركش من مكانه وقرر إنه ما يساعدوش عشان يحمي نفسه، وحتى ما حاولش يفتح معاه الباب زي ما كان بيحاول قبل كده مع الناس اللي ماتت. والزومبي وصلوا عند الراجل وهجموا عليه، وبعد كده كلاوديو بيشوف واحد من الزومبي ماشي في الطرقة، فكلاوديو نده عليه عشان يلفت انتباهه والزومبي راح له وكمان اتجمع شوية منهم، وكلاوديو فضل يضربهم بالماسورة اللي معاه وقتل عدد كبير منهم، لكن باقي الزومبي سابوه وجريوا ناحية سارة السكرتيرة اللي كانت بتحاول تهرب من الزومبي اللي بيطاردوها. وسارة دخلت أوضة استخبت فيها، وكلاوديو فضل يزعق ويخبط على الباب عشان يلفت نظر الزومبي ليه هو عشان يركزوا معاه ويسيبوها، لكن الزومبي قدروا يوصلوا لسارة وهجموا عليها. بعد كده كلاوديو فتح اليوتيوب عشان يشوف ايه الأخبار بره وعشان يعرف ايه سبب اللي بيحصل، وشاف فيديو لمراسلة صحفية بتقول إن الشخص اللي يتعض من الزومبي بيتحول وبيبقى زيهم وبتنصح الناس يقفلوا على نفسهم وما يخرجوش، ولكن في لحظة الزومبي هجموا عليها هي كمان.
وفجأة الكهرباء قطعت والزومبي قربوا على كلاوديو وحاولوا يدخلوا الأسانسير عنده، والغريب إنه فضل قاعد في مكانه ومحاولش يموتهم زي ما يكون خلاص استسلم. لكن فجأة بيجي واحد من القوات الخاصة وبيقتل كل الزومبي اللي قدام الأسانسير، واتأكد من كلاوديو إنه مش مصاب وما تعضش من الزومبي، وعرفه إن اسمه مارسيلو وإنه فقد الاتصال بالقيادة وهو الوحيد اللي متبقي من الفرقة بتاعته. ولما بيحاول يفتح باب الأسانسير بيهجم عليه واحد من الزومبي، لكن مارسيلو بينجح إنه يقتله. وكلاودي قال له على العطل اللي في الأسانسير وإن لازم لوحة التحكم اللي على السطح تشتغل عشان الأسانسير يشتغل تاني. ومارسيلو قال له أنا هطلع السطح هحاول أصلح العطل، واداله لاسلكي عشان كلاودي يتواصل معاه عن طريقه ويعرفه الطريق اللي فيه مكان المولد، وكمان اداله مسدس عشان يدافع بيه عن نفسه. ومارسيلو طلع على السلم وكان بيكلم كلاوديو في اللاسلكي، وكان كل شوية بيظهر قدامه مجموعة من الزومبي وبيقتلهم. ولما وصل للدور التاسع لقى السلم مسدود، وكلاودي قال له استخدم السقالة بتاعة عمال الصيانة اللي موجودة في الدور التاسع. ومارسيلو فعلا وصل لها وطلع بيها وشاف مهندسين الصيانة ميتين على السطح، وقدر يوصل للوحة التحكم بتاعة الأسانسير وحاول يصلحها. وفي الوقت ده مجموعة من الزومبي هجموا على كلاودي وحاولوا يدخلوا عنده، وفضل يضرب عليهم نار لحد ما قتلهم كلهم. وكان زعلان جدا لأن اللي ماتوا دول هم زمايله في الشركة وكان حزين عليهم. ومارسيلو سمع صوت الرصاص وعرف من كلاوديو إن الزومبي اللي ماتوا كانوا زمايله في الشركة. ومارسيلو فضل يهديه وقال له دول ما بقوش زمايلك، دول مجرد زومبي عايزين يقتلوك وما بقوش الناس اللي انت تعرفهم. وفجأة كلاوديو سمع صوت مارسيلو وهو بيصرخ وعرف إن الزومبي هجموا عليه، وكلاوديو فكر إن مارسيلو مات وكده رجع تاني لوحده وما اتبقاش معاه غير رصاصتين. وبعد شوية شاف اتنين ظباط بيهربوا من الزومبي وفضل ينادي عليهم عشان ينقذوه، لكن ما سمعوهوش وخرجوا برا المكان. والليل دخل عليه وكان خلاص بدأ ييأس وفقد الأمل في الخروج من الأسانسير، وحاول ينتحر بمسدس لكن ما قدرش. وبعد لحظات مجموعة من الزومبي هجموا عليه، لكنه سمع صوت مارسيلو بينادي عليه من فوق الأسانسير. وكلاوديو فتح الفتحة اللي في سقف الأسانسير ومارسيلو دخل منها وقتل كل الزومبي. لكن مارسيلو كان مصاب لأن الزومبي اللي على السطح عضوه قبل ما يقتلهم. وكلاوديو سأله عن السبب اللي خلى الناس تتحول لزومبي، ومارسيلو قال له إنه رؤسائهم عرفوهم إن اللي حصل ده هو فيروس انتقل للإنسان عن طريق الحيوان، ولكن الفيروس حصل فيه طفرات وتسبب في تحول الناس لزومبي. وقال له بس أنا مش مصدق الكلام ده ومتأكد إن ظهور الزومبي هو نتيجة فيروس تم صنعه في المعامل. وبعد شوية بدأت تظهر على مارسيلو أعراض الإصابة وقرب يتحول لزومبي هو كمان، وطلب من كلاوديو يقتله قبل ما يتحول لكن كلاوديو رفض. ومارسيلو حاول يقتل نفسه لكن كلاوديو منعه. بس بعد لحظات مارسيلو اتحول وبقى زومبي وهجم على كلاوديو عشان يقتله، وكلاوديو حاول يقتله بالمسدس وفعلا ضرب رصاصة لكن الرصاصة أصابته هو، ولكنه ضرب على مارسيلو رصاصة تانية في دماغه ومارسيلو مات. وبعد شوية هجم عليه مجموعة من الزومبي ولكن كلاوديو قدر يقتلهم بس دماغه اتخبطت وأغمى عليه. وبعد الساعة فاق ولقى تليفونه بيرن من رقم مجهول، ولما رد على التليفون لقى إنها لوريانا مراته وفرح إنها لسه عايشة، وطمنته عليها وعرفته إن جنود الجيش أنقذوها، وقالت له إنها حاليا في مخيم إنقاذ تابع للجيش. بس قبل ما تقوله على مكان المخيم التليفون بتاعه فصل شحن. وبعد ما عرف إن مراته عايشة اتشجع ورجع له الأمل مرة تانية، وفضل يحاول يفتح باب الأسانسير لحد ما قدر يفتحه وخرج منه. ولما خرج شاف جثث كتير جدا في كل مكان، ولقى واحدة متحولة لزومبي قدامه لكن الرصاص اللي معاه خلص وفضل يضربها لحد ما ماتت. ولما خرج للشارع لقى المدينة مهجورة ومفيش فيها غير الجثث، وفضل يتمشى في الشوارع لحد ما شاف مجموعة من الجنود بيقتلوا الزومبي وشاور للجنود عشان ينقذوه، والجنود بصوا عليه وتأكدوا إنه مش مصاب وقرروا ياخدوه عشان يودوه مخيم الإنقاذ. وخلص الفيلم.